هذا المحامي الامريكي رفع قضية على مكة المكرمة والحرم الشريف. الموضوع غريب صح؟ صدقني بس تسمع قصته راح تعذره. تعال افهمك الموضوع. جوناثان نيريتشز المحامي الامريكي صاحب اكبر عدد قضايا بالعالم. جوناثان كان بيوم من الايام صافن مع حاله، فقرر يرفع قضية على امه بتهمة انه ما ربت كويس، وربح القضية واخذ تعويض بقيمة $30,000. ومن وقتها وما خلى اشي بيتحرك وما بيتحرك الا ورفع دعوة عليه. مثلا رفع دعوة على اصحابه لانهم بتاخروا في المواعيد، رفع قضية على الكائنات الفضائية، ورفع قضية على جورج بوش واوباما، على برج ايفل، مكة المكرمة والفاتيكان. حتى رفع دعوة على مايكل جاكسون وهو ميت. حتى رفع دعوة على نفسه، حرفيا راح على المحكمة وقال أنا ظلمت نفسي وبدي تعويض. يا أخي رفع دعوة على الجبل الجليدي اللي أغرق سفينة التايتانيك. موسوعة جينيس للأرقام القياسية قررت تضيف اسمه كأكثر شخص رفع قضايا في العالم. راح رفع لهم قضية بتهمة نشر معلومات عنه بدون إذنه. جوناثان رفع أكثر من 3000 قضية. اضطرت الشرطة الفيدرالية تسجنه بتهمة مدعي كثير الشكاوي، وحتى السجن ما وقفه. رفع قضية على شركة الطيران بتهمة انه طياراتهم كانت بتزعجه وهو نايم في الزنزانة، وبعدها طلعوه من السجن بما انه ما في فايدة من مكوثه في السجن. ولحد الحين الزلمة شغال في القضايا وبرفع دعوة على مين ما كان. ان شاء الله ما يرفع قضية على الفيديو بس.